تخيل لو صحيت الصبح لقيت مفيش جوجل، مفيش فيسبوك، ولا حتى آلة حاسبة. العالم الرقمي كله هيقف، والسبب إننا شلنا بصمة عالم واحد بس من التاريخ. بطلنا هو محمد بن موسى الخوارزمي، عبقري بيت الحكمة في العصر الذهبي للإسلام. الخوارزمي ما كانش مجرد شاطر في الحساب، ده كان المهندس اللي بنى لغة العصر الحديث. قبل الخوارزمي الأرقام كانت صعبة ومعقدة. هو اللي عرف العالم على الصفر، ونشر الأرقام العربية اللي خلت الحساب سهل. ومش بس كده، ده ألف كتاب الجبر والمقابلة، وحول الرياضيات من مجرد عد لعمليات ذكية بنحل بيها المجهول. عارف يعني ايه خوارزمية؟ دي كلمة مشتقة من اسمه الخوارزمي. هو اللي وضع منهج الخطوات المتسلسلة لحل المشكلات. المنهج ده هو الروح اللي بتشغل أي كود برمجة أو محرك بحث بتستخدمه النهاردة. لولا الخوارزمي كانت أوروبا فضلت سنين تايهة في الحسابات المعقدة. كتبه كانت المرجع الأول في جامعاتهم لقرون، وبسببه قدر العالم يقيس مساحة الأرض ويرسم خرائط النجوم بدقة. لولا عبقرية الخوارزمي كان يمكن نكون لسه بنعد على صوابعنا، وما كانش العالم الرقمي ده شاف النور أبدا. هو اللي علمنا إن بالخطوات الذكية نقدر نحل أصعب المسائل. وده كان بطلنا في الحلقة دي من سلسلة لولا هذا الشخص. تحب الحلقة الجاية تكون عن مين من عمالقة حضارتنا المنسيين؟ قولي في التعليقات، وما تنساش تدعمنا بشير وسبسكرايب عشان نكمل الرحلة.